السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان. طبعا ما ينفعش نبقى في رمضان وما نعملش كنافه. هنعمل مع بعض النهارده صينيتين كنافه حلوين قوي، ينفعوا بقى في العزومات، تحليه بعد الفطار. يعني هتعملوهم بالطريقه دي وهيعجبوكم جدا. انا هنا معايا كيلو كنافه، مش هعمله كله كمان، ده انا هعمل منه صينيتين، وهيبقى معايا حوالي ربع كيلو. هاخد اول كمية معايا، هاخد شوية كده اقطعهم عادي، وهبدأ احط عليهم معلقتين سكر بودرة واقلبهم حلو قوي. هنا السكر بقى بيخليها لونها حلو وتتحمر معايا ويبقى لونها ذهبي وتحفة. معايا هنا كوباية سمنة، السمنة بتاعتي نباتي على سمنة بلدي. خلطهم مع بعض لان الكنافة بتاخد كمية سمنة كبيرة، فما اقدرش اعمل كلها ايه بلدي. هنا بقى هحط الطبقة الأولى بتاعتي. أنا ما دهنتش الصينية سمنة لأن الكنافة بتاعتي أنا مشرباها حلو بالسمنة، وكمان هضيف على الوش سمنة، فهي صراحة كانت شاربة كفاية. مرضتش بقى ان انا احط في القعر كمان. هنا بقى اجيبوا حاجة واكبسوا حلو قوي قوي على الكنافة عشان تطلع معاكم مكبوسة وطعمها حلو كده، تطلع معاكم القطعة بقطعتها. الطريقة دي هتخليها حلوة زي بتاعة المحلات معاكم بالظبط. هنا المكسرات بتاعتي بقى ايه؟ سوداني وزبيب وجوز هند. حابين تضيفوا اي حاجة انتوا حابينها براحتكم. انا هنا ضفت المتاح عندي وكان طعمها حلو جدا. هبدأ اضيف الطبقة التانية كده زي ما انتوا شايفين واكبسها تاني عشان تطلع معايا حلوة كده القطعة بقطعتها و... وتعجب كل اللي ياكلها طبعا. ما تتهريش منك وانتي بتقطعيها، تبقى شكلها حلو. هنا بقى هضيف كمان معلقتين زبدة على الوش كده عشان تتحمر من فوق، يبقى ايه لونها حلو كده. هدخلها بقى معاك يعني الفرن، تاخد من تحت لون، وبعد كده هرفعها تحت الشواية تاخد لون. هنا بقى هنعمل الكنافة بالقشطة. هنا معايا 2 كوب لبن وعليهم معلقتين نشا، معلقتين كريم شانتيه، معايا 3 معالق سكر، السكر حسب الرغبة طبعا. معايا معلقتين قشطة. دي وش لبن عندي في الفريزر، انا بستخدمه في الاكل بديل للقشطة، يعني هو اصلا قشطة. وهقلبهم حلو قوي. بعد كده هرفعهم على النار، رشة فانيليا. هنا الكريمة بتاعتي هيبقى طعمها خطير بالقشطة، كأنك عاملاها بقشطة اصلا. هنا القوام بتاعي انا مش عايزاها تقيلة قوي، عايزاها تبقى قوامها وسط كده، وهسيبها تبرد، هتبقى اتقل بعد ما تبرد. هنا انا فتته بس في الهاند بلندر عشان يديني قوام حلو كده، ولا هي ناعمة قوي ولا خشنة قوي. هضيف برضو معلقتين السكر، زي ما قلنا السكر بيدي لون حلو قوي. هضيف برضو كوباية سمنة مخلوطة، سمنة بلدي على سمنة نباتي. طبعا الزبدة والحاجات دي حسب رغبتكم، والكميات حسب رغبتكم. الصينية برضو زي ما اتفقنا مش بدهنها، انا بستكفي بالكمية اللي في الكنافة، وما بتلزقش يا جماعة ولا اي حاجة، بتطلع والله زي ما هي بالظبط. هكبس برضو الطبقة اللي تحت دي حلوة قوي قوي معايا عشان لما اقطعها برضو تبقى حلوة. هضيف بقى الكريمة بتاعتي تكون بردت شوية زي ما انتوا شايفين كده. هظبطها كده، ما تكتروش كريمة قوي عشان لما تيجوا تقطعوها او وهي بتستوي ما تغليش جوه وتبهدل الدنيا. حطوا طبقة متوسطة كده معقولة. هحط الطبقة التانية بتاعتي كده، يعني ايه هظبطها، بس كفايه ان انا اظبطها بايدي كده، ما ينفعش اضغط عليها قوي عشان الكريمه ما تطلعش. برضو هحط معلقتين سمنه من فوق كده عشان تدي لون حلو وتاخد وش حلو كده، وهدخلها الفرن معاكم. هنا بقى الكنافه المكسرات بتاعتي طلعت، وايه بسقيها بالشربات. بالمناسبة الشربات بتاع الكنافة تقيل. كوبايتين مية، كوبايتين سكر، نص ليمونة، معلقة عسل نحل او جلوكوز، يعني عسل جلوكوز لو موجود، مش موجود خلاص. دي بقى اللي بالكريمة برضو. انا هنا عاملة كيلو سكر للصينيتين، يعني 4 كوبايات سكر و4 كوبايات مية. الصينية واحدة عاملة لها كوبايتين مية وكوبايتين سكر.
هنا هقطعها واوريكم بقى اللي بالمكسرات اهي. بصوا طالعين طالعه القطعه بقطعتها عشان احنا كابسينها كويس قوي وكانت حلوه قوي.